دي همسة حكاية ليكم. خد نفس عميق كده وخلي قلبك يهدى. حس بكل حاجة حلوة حواليك حتى لو كانت بسيطة، حتى لو صغيرة. كل نعمة في حياتك تستاهل الشكر. امتى اخر مرة كده حسيت بالسلام من قلبك؟ وامتى اخر مرة ضحكت من قلبك بجد؟ امتى اخر مرة حسيت ان انت موجود في اللحظة اللي انت فيها دي دلوقتي؟ شوف حواليك كل حركة صغيرة وكل ضحكة وكل لمسة، كل حاجة بتفرق في رمضان، وكل ثانية محسوبة. كل لحظة فيها فرصة لتغيير نفسك ولتقريبك من ربنا، وفرصة لتقريبك من الخير. حتى لو مجرد ابتسامة لشخص محتاج، او كلمة طيبة لشخص تعبان، او مكالمة تليفون لحد قريب منك تنسيه هموم الدنيا، مجرد رسالة حب او مجرد تحية صادقة. كل ده ليه اثر اكبر مما تتخيل. مرة شخص وقف مع حد محتاج كلمة، مجرد كلمة بس الكلمة دي كانت كافية تغير يومه كله. تخيل لو كلنا قلنا كلمة طيبة دلوقتي، هتغير قد ايه في حياة الناس وفي حياتك انت شخصيا، لانه ممكن يدعيلك دعوة تغير مجرى حياتك. مش لازم حاجات كبيرة، ابسط حاجة منك ابتسامة، تحية، او مساعدة صغيرة منك، كل ده بيصنع فرق. دلوقتي لو قدرت تعمل حاجة حلوة او حاجة واحدة بس عشان تفرح حد، هتعمل ايه؟ لو قدرت تقول كلمة صادقة من قلبك، هتقول ايه؟ خد دقيقة كده وفكر مع نفسك. كل ثانية ضايعة مش هترجع، لكن كل كلمة حلوة هتقولها دلوقتي ممكن تصنع فرق كبير في حياة او في حياة الشخص اللي انت هتكلمه، او هتغير حياته. فكر في اللحظات اللي ضاعت منك، كلمة ما قلتهاش، لحظة مش عشتها، احساس تجاه حد ما عبرتش عنه. رمضان فرصة تعوض كل ده، فرصة للقلب يكون صافي، وفرصة للنية الطيبة، فرصة نحب ونتشارك في رمضان. كل تفصيلة بسيطة حوالينا بتستاهل الانتباه، ريحة الأكل وصوت القرآن وضحكة الطفل وضوء الفانوس، وكل لحظة فيها جمال، كل لحظة فيها بركة. تخيل ان كده كل كلمة حلوة تقولها، كل ابتسامة تشاركها، وكل تصرف صغير ايجابي بيصنع اثر كبير، بعيد عن النظر، بعيد عن الزمن، لكنه بيفضل في القلوب. لو قلبك صافي ونيتك طيبة، كل شيء حواليك هيحس بيك، كل الناس حوالينا هتتأثر حتى لو مش شايفين. خد لحظة دلوقتي كده وافتكر اليوم اللي فات، واي حاجة اتعلمتها، اي حاجة حسيت بيها، او اي شيء ممكن تعمله عشان تحسن نفسك وحياة الناس اللي حواليك. مش لازم حاجة كبيرة، مجرد فعل بسيط بس، او مجرد كلمة، مجرد نظرة، او مجرد ابتسامة. رمضان فرصة لكل كلمة ضاعت، او لكل لحظة مش عشتها، لكل فرصة مش استفدتها. خد خطوة دلوقتي وعيش اللحظة، وشارك قلبك مع اللي حواليك. خلي كل ثانية فيها معنى، وخلي كل كلمة فيها أثر، وكل حركة فيها نية صافية، وكل لحظة فيها حب. ودي كانت همسة حكاية ليكم. ولو وصلتوا لحد هنا سيبوا قلب في التعليقات، ونشوف بعض في حكاية جديدة بكرة ان شاء الله. ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.